السلام عليكم ورحمة الله. نحكيو على الكرة التونسية ونحكيو على آخر أخبار المنتخب التونسي وأخبار محترفين بالخارج. قبل ما ندخل في وصف أكثر الأحداث، ما تنسيش باش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة إذا كنت تتفرج فيا أول مرة. محور نبداو به هو محور منتخبنا التونسي، وفوزي بنزرتي يقصي ثلاثة لاعبين. شكونهم الثلاثة لاعبين هذوما؟ هما سعد بقير، غيلان الشعلاني، وكذلك نعيم السليتي. علاش يقصي اللاعبين هذوما؟ قبل اسبوع 10 ايام من تربص منتخبنا التونسي، لانه ثلاثه لاعبين بدون نادي لحد الان بعد فسخ نعيم السليتي اللي عقده قبل 10 ايام مع الاهلي القطري لحد الان بدون نادي، مش قاعد يتدرب كذلك مع حتى فريق. وايضا غيلان الشعلاني اللي منذ اخر مقابله مع الترجي الرياضي التونسي امام الاتحاد المنستيري لحد الان بدون نادي. ننتظروا توقيع عقده مع الترجي الرياضي التونسي. كما اخر الاخبار سمعنا انه ممكن باش يتجه الى ليبيا، الاحتراف الى ليبيا، وممكن مع فريق حمدو الهوني. هذه اخر الاشاعات. بالتالي فوزي بنزرتي يقسم من قائمه المنتخب المنتظره لتصفية كاس افريقيا 2025. وايضا سعد بقير اللي منذ نزول فريقه ابها الى الدرجه الثانيه لحد الان بدون فريق ومش قاعد يتدرب بالطبيعه. بالتالي ثلاثه لاعبين خارج وفاض المنتخب التونسي. إضافة أنه مدرب فوزي بنزرتي كان منذ توقيعه مع المنتخب كان قال أنه باش يرجع سعد بقير، يوسف المساكني، وأيضا حنابع المجبري، وقال أنه اتصل باللاعبين ومرحبا بهم في كل وقت. لكن سعد بقير مازال ما حلش الأزمة اللي عنده في التوقيع لفريق آخر. سمعنا على عروض كويتية، عرض من نادي سعودي، وكذلك عرض من نادي خليجي آخر. سعد بقير اللي رفض العودة للترجي الرياضي التونسي لأسباب مختلفة. هذا فيما يخص منتخبنا التونسي. القوس لهنا يفتح حول اللاعبين اللي باش يعوضوا الثلاثي هذا في المنتخب. إمكانية عودة حنابع المجبري اللي آخر الأحداث قالت أنه عنده عرض من فريق بيرلي، فريق نزل الى الدرجه الثانيه الانجليزيه، فريق معروف فريق بيرلي، لكن مازالوا في التفاوض. مانشستر يحب يبيع بشكل نهائي، وبيرلي مثل السلتيك وغلاسكو رانجرز اللي رفضوا التعاقد ورفضوا شروط فريق مانشستر يونايتد. كذلك بيرلي قاعد يفاوض في مانشستر في الايام الاخيره. حنابال يمكن يلتحق بالمنتخب التونسي ويرجع للمنتخب التونسي. عنده أكثر من 20 مقابلة دولية. حنابع اللي غاب على آخر 6 مقابلات للمنتخب التونسي، بما فيهم مقابلات رسمية في كأس افريقيا للأمم اللي خرجنا فيه منذ الدور الأول. كذلك فرصة كبيرة في التربص هذا لحضور الحاج محمود مرة أخرى، لكن المرة هذه ينجم يشارك. نحكيه على أيضا ممكن يتم دعوة غيث الصغير لاعب النادي الافريقي لاول مرة، وبالتالي بروفيل مختلف نوعا ما وتجربة لاعب جديد. الحقيقة عنده امكانيات وممكن تتم دعوته. ننتظروا الاختيارات. ممكن حسام اتقا لاعب الترجي الرياضي التونسي ما كانش حاضر في التربص الاخير في تصفية كاس العالم، ممكن يعاود يرجع للمنتخب بعد تربص المصري امام كل من نيوزيلندا والمنتخب الكرواتي. كانت اول دعوه لي لكن غاب على التربص الاخير. وممكن عوده ايضا فرجاني سيسي لاعب الخبره في المنتخب، بما انه المنتخب متاعنا باش يفقد خدمات لاعبين في وسط الميدان كيما غيلان الشعلاني. اضافه انه تواجد كالعاده محمد علي بن رمضان وايضا عيسى العيدوني اللي ممكن باش تم دعوته بصفه كبيره. وايضا الياس السخيري اللي بدا موسمه في كاس المانيا وترشح فريق انتراخت فرانكفورت الى دور 32 من كاس المانيا. هذا فيما يخص منتخبنا التونسي. اليوم بالمناسبه يبدا دوري روشن السعودي، واحد من اقوى الدوريات العالميه. انا صنفته من اقوى 15 دوري في العالم، في حين قاعد يتطور شيئا فشيئا كما تطور فريق القادسيه الصاعد من الدرجه الاولى السعوديه. واخر الانباء انه باش ينتدب اللاعب باولو ديبالا تقريبا 99% لاعب قريب من التوقيع في الساعات الأخيرة. إضافة القدوم الدولي نانديز الدولي الأوروغواياني كان شارك في كوبا أمريكا. أيضا ناتشو هرنانديز قائد ريال مدريد اللي التحق بفريق القادسية. دونك اليوم الدوري روشن السعودي وثلاثة مقابلات اليوم، أهمها مباراة النصر
الساعة 7 بتوقيت تونس. أيضا اليوم في الكالندري موجود الروتور متاع تشامبيونز ليج أفريكان، واليوم مقابلة المولودية أمام فريق واتانغا اللايبيري. مولودية العاصمة واحد من الفرق اللي حضر نفسه كما يجب هذا الموسم. بطل الجزائر الموسم الماضي خسر نهائي الكأس أمام الشباب بالوزداد. المولودية اللي عاقد العزم على تقديم موسم افريقي متميز. مباراة الذهاب 2-0 انتصر فيها المولودية هناك في لايبيريا، واليوم مقابلة الإياب الساعة 8 بتوقيت تونس. نمشيو للشأن الأوروبي، واليوم فما مجموعة كبيرة من لقاءات باراج الأوروبا ليج وأيضا الكونفرنس ليج نتبعوا لاعبي منتخبنا التونسي، وفما 5 مقابلات يهمونا. المقابلة الأولى بين الفريق السويدي الفيسبورغ، الفريق اللي يلعب فيه رامي كعايب اللاعب الدولي التونسي، كان تمت الدعوة ليه قبل بسنة مع المنتخب. لاعب 23 سنة، ماهوش أساسي متميز مع فريق إلفسبورغ لكنه يشارك في بعض المقابلات. اليوم فريقه يلعب ضد مولدا، فريق السويدي، فريق معروف جدا. الساعة 6 بتوقيت تونس، مقابلة قوية للفريق السويدي أمام مولد النرويجي عفوا امام فريق السويدي، بالتالي ديربي اسكندنافي. ممكن رامي كعايب نشوفوه اثناء المقابله. ايضا في نفس الدور لوغانو السويسري يلعب امام فريق بيشيكتاش، وبالتالي هذه قمه في باراج الاوروبا ليج الساعه 7:30 بتوقيت تونس. لوغانو اللي يلعب فيه لاعب منتخبنا الحاج محمود، وكما تحدثت بكري شويه ينجم يكون موجود في قائمه منتخبنا، ونحبوا نكتشفوا اللاعب هذا اللي سجل في الدور الاخير، الدور التمهيدي الثاني امام فريق بارتيزان بلغراد. هدف كان في الوقت الإضافي، والهدف هذا هو اللي رشح فريق لوغانو للدور الأخير من فريق بيشيكتاش. بالتالي فترة مميزة للحاج محمود، واحد من أهم لاعبي فريق لوغانو على الأقل في بداية الموسم، وينجم يكون ضمن اختيارات فوزي البنزرتي. ولما لا يبدأ مقابلة أساسي مع بن رمضان، مع السخيري، مع العيدوني، يتم اختيار من بين اللاعبين ذوما. كذلك كما تحدثنا على غيث الصغير، فرجاني سيسي، تقاح، حنا هالستة 7 لاعبين ذوما يفاضل ما بيناتهم 4-5 لاعبين بالنسبة للتربص القادم. نحكيو على الكونفرنس ليج. ايضا في خصوص الاوروبا ليج عفوا، في المقابله الثالثه اللي تم لاعبي منتخبنا مقابله لاعب الترجي الذي تونسي سابقا لاعب فرينكش فاروش المجري. اليوم يلاقي فريق بوراك بانجا من البوسنه والهرسك. بالتالي بالرمضان ينتظروا مشاركة اليوم، وعلى الأرجح باش يكون أساسي بعد تقديمه المقابلات قوية في الدوري المجري، وكذلك أمام فريق ميتلاند في الدوري التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الأوروبية. لكن فرينش فاروش مر إلى الأوروبا ليج بعد سقوطه أمام فريق الدنماركي، واليوم يقابل فريق الحقيقة مغمور أوروبيا، وفريق فرينش فاروش نورمالمون يتعدى المجموعات الأوروبا ليج. نمشيو للكونفرنس ليج، عندنا 2 مقابلات يهموا لاعبي منتخبنا التونسي. في المقابلة الأولى الياس العاشوري مع فريقه اف سي كوبنهاجن يلعب مع كليمارنوك الاسكتلندي، هذا باراج. والحقيقة كوبنهاجن أقوى ولازم يمر إلى المجموعات الساعة 6 بتوقيت تونس. ننتظر الياس العاشوري وننتظر بداية تألقه هذا الموسم. لحد الآن مردود متوسط جدا للياس العاشوري في بدايته في الدوري الدنماركي والمسابقات الأوروبية. اليوم ذي يلعب ضد فريق مش معروف برشا، كليمارنوك اسكتلندي في الدنمارك الساعة 6 بتوقيت تونس. مقابلة ثانية فيها 2 لاعبين قاعدين يتألقوا في الآونة الأخيرة في الدوري السويدي وكذلك في الأدوار التمهيدية للكونفرنس ليج. نحكيو على اللاعبين عمر العيوني وكذلك علي يوسف، 2 مهاجمين تقريبا يلعبوا مقابلة أساسي، ويدخل حتى في الشوط الثاني وقاعدين يسجلوا في الأهداف الاثنين، خاصة عمر العيوني آخر 6 مقابلات سجل فيهم 6 أهداف. اليوم المقابلة في السويد فريق هاكن يلعبوا فيه اللاعبين التوانسة يستقبل فريق الصعب هيندنهايم الألماني، 7 ترتيب العام الموسم الماضي في البوندسليغا، وبالتالي مقابلة صعيبة على هاكن أمام هيندنهايم اللي بالطبيعة ما عندوش خبرات لكن فريق يلعب في البوندسليغا، وبالتالي مقابلة صعيبة الساعة 6 بتوقيت تونس. أيضا من أهم المقابلات في الكونفرنس ليج في دور الباراج حضور العملاق الانجليزي فريق تشيلسي اللي كمل الموسم الماضي في المركز السابع في انجلترا، وبالتالي يمر مباشرة
الى باراج الكونفرنس ليج ويستقبل الفريق السويسري سيرفيت الساعه الثامنه. بالنسبه للناس اللي تحب تشيلسي وتحب الفرق الكبرى وتتبع المقابلات الاوروبيه، تشيلسي سيرفيت السويسري الساعه الثامنه ايضا عربيا. اليوم لاعبنا يوسف المسيكني في الدوري القطري، فريقه ينزل ضيف على السد بطل قطر اللي باش يمثل قطر هو والريان وكذلك الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة. اليوم السد أمام العربي الساعة 6:30 توقيت تونس، ويوسف المساكني بالطبع مرشح باش يكون أساسي في التشكيل، إضافة لوجود فيراتي وأيضا عمر السومة، 3 نجوم تاع فريق العربي وينجموا يقلقوا برشا فريق السد في ثالث جولة في الدوري القطري. هذا كل معنا بالنسبة للكالندرية متاع ملاعبيتنا التوانسة اللي يخصوا منتخبنا التونسي. لازمهم يتألقوا اليوم. أكيد فوزي بن زرتي باش يتابع العديد من اللاعبين سواء في مقابلات مباشرة أو في ملخصات، ولازم يتعرف على آخر الاستعدادات بالنسبة للاعبي منتخبنا التونسي. هذا كل معنا. ما تنسيش باش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.